I sami su svjedoci naših završnih priprema za utakmicu prvog kola Kupa Azije. كما شاهدتم استعدادات نهائية للمواجهة واللقاء مع فريق كويت الكويتي. Sretan sam da smo se napokon svi zajedno okupili nakon povratka reprezentativaca. وأنا راضي جدا لأننا جمعنا كل اللعيبة بعد رجوع وانضمام إلى معسكر لعيبة منتخب. I da možemo napraviti završne pripreme za utakmicu sa Al-Kuwaitom. ممكن ننتهي أو نختتم استعدادات أخيرة مع مواجهة جديدة كويت الكويت. Znamo da nas čeka vrlo teška utakmica sa najpopularnijom i najboljom momčadi Kuvajta. نحن ندري أننا لدينا مواجهة كبيرة ومواجهة صعبة مع أفضل فريق في الكويت نادي كويت الكويتي. Ali mi smo puno puta dokazali ove sezone našu kvalitetu, snagu i moć. لكن نحن أثبتنا جودتنا خلال هذا الموسم. Mi smo vrlo ambiciozno krenuli ovu sezonu. نحن دخلنا هذا الموسم بطموح عالي. Osvajati titule je vrlo teško. تحقيق بطولة صعبة جدا. Osobito teško u konkurenciji gdje imaš jedan Hilal. خاصة في منافسة قوية جدا كمثلا نادي هلال. شباب أهلي Etihad, نصر. I tu je vrlo teško osvajati titule. صعب جدا واحد يحقق بطولة. Teško i za ove najjače klubove. صعب جدا يعني هو أقوى فرق في السعودية. Niti Šebab nije igrao finale kupa. شباب ما كان يلعب نهائي كأس ولا أهلي ولا نصر ni Itihad. ولا اتحاد. igrao Itifak i Hilal. كان يلعب اتفاق والهلال. والله ان شاء الله استعداد جيده يعني ما في شيء مميز يعني هو امتداد طبعا لكل المباريات اللي كانت ما اعتقد في مباراه اهم من مباراه يعني اليوم احنا مقبلين على كاس الاتحاد ولكن كان الدوري اهم فاستعدادنا هو عادي. الشيء المميز اليوم انه عوده لاعبين المنتخب عوده اللاعب العماني انخراط برونو في التمارين يعني اعتقد شفاء بعض الاصابات اللي كانت في الفريق يعني احنا كنا المباراه السابقه كنا يعني في نقص كبير حتى المباريات اللي سبقتها. اليوم ان شاء الله احنا في كامل جهوزيتنا ان شاء الله للقاء الكويتي في الكويت ان شاء الله ونامل يعني بان نحظى يعني بثلاث نقاط تعطينا على الاقل يعني اساس قوي يعني للمنافسه ان شاء الله على هذه المجموعه باذن الله. طبعا الاتفاق غادر كما قلنا بالامس للكويت وقلنا ايضا انه تعثر وتعطل في الحدود الكويتيه في المنفذ انه يصيب تقريبا 3 ساعات بسبب اجراءات طبعا غريبه. المهم ان الاتفاق وصل الحمد لله على سلامته. وايضا مراسلنا في الكويت ذهب الى الاتفاقيين وسال رئيسهم وايضا مدير الكره عن وضع الاتفاق واستعداده لهذه المباراه في فتره الراحه اللي يعني سبقت خروجنا من كاس ولي العهد وعدم تاهلنا لدوري ابطال اسيا. احنا الان يعني ان شاء الله الفريق في وضع افضل من الفتره السابقه، اخذوا قسط من الراحه، تكامل في عناصر الفريق. ان شاء الله تكون بدايه ايضا بكره مطمنه وايجابيه للفريق ويعود الفريق لمستواه اللي كان بدا فيه الدوري. اعتقد ان الاستعداد يعني لم يكن من اليوم ولا امس، كان استعداد قبل اسابيع من بعد خروجنا من الاستقلال. يعني كان هناك تركيز على هذه البطوله وهذه المسابقه المهمه في تاريخ نادي الاتفاق، بطوله اسيويه الفريق يخوضها للمره الاولى، ويعني كله طموح في انه يحقق النتائج الايجابيه والوصول الى الادوار النهائيه وتحقيق البطوله باذن الله. لذلك اعتقد ان الجميع مستعد استعداد جيد، ويعني حاطين في الحسبان ان يعني فريق الكويت فريق كبير وفريق متمرس في هذه البطوله، وصل يعني حقق البطوله ووصل الى النهائي في البطوله السابقه، ولكن ايضا الاتفاق فريق كبير وبامكانه باذن الله تحقيق النتيجه الايجابيه. زي ما تفضلت الحين يعني مرحله جديده وبطوله جديده اللي هي كاس الاتحاد الاسيوي. زي ما تفضلت يعني 3 هزايم ورا بعض، الهلال النهائي، مباراه الاستقلال والفتح. طبعا هي مؤثره نوعا ما، ولكن يعني الفريق الكبير والفريق اللي عنده عناصر كويسه يعني يرجع بسرعه من بعد دوامه الخسائر، وانا هذا اللي نطمع فيه الان. الحمد لله الكل جاهز، ان شاء الله نكون نقدم موعد ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. والله اكيد يعني اي فريق سواء يكون ترتيب الثاني الثالث الرابع لازم نكون مستعدين له ومحترمينه. يعني احنا بنحترم الفريق الكويتي اكيد، وان شاء الله تكون بدايه حلوه لنا في البطوله. والله بالعكس دائما يعني احنا اي منافس طبعا المدرب يعني بيعطي تحليل كامل لقوه الفريق المنافس ونقاط ضعفه،
وهذا الشيء يعني بيساعدنا انه احنا نلعب باسلوبنا. طبعا اكيد يعني احنا دائما نجتهد ونستمع لتوجيهات المدرب، وفي النهايه يظل اجتهادات اللاعبين هي اللي التدريبات بتحسم. الأخيرة للاتفاق في الكويت تابعناها من هناك عبر مراسلنا في الكويت. عبد الكريم، الاتفاق فرصة مناسبة له، مع أن المعيبد يقول الدوري أهم لنا من الكاس الاتحاد الآسيوي. الاتفاق قدم مستويات رائعة في الدوري، لكنه خسر أخيرا من الفتح ومن الفريق الإيراني. رجعنا أنه لا يتأثر بهذه الخسائر ويحقق مستويات جيدة زي اللي حققها في الدوري. نعم. عبد الله، الاتفاق فرصة له كاس الاتحاد، الفرق اللي معه مو ذيك الفرق اللي تخوف يعني. في النهاية نعرف أنه كاس الاتحاد الآسيوي مو صعب كثير. وصعب كثير. يمكن احنا تاثرنا بخروج الاتفاق من دوري الابطال، لكن جميل جدا لو تحقق لنا كاس الاتحاد الاسيوي. الاتفاق يلاعب الكويتي سادس الترتيب في الدوري الكويتي، انما الاتفاق يعني وضعه ممتاز. يمكن حتى خسارته الاخيره من الفتح تعتبر خساره استثنائيه في ظل ظروف غياب 4 عناصر دوليه يعني بالنسبه للاتفاق. طيب. في المقابل الفتح متكامل. الاتفاق افضل بكثير من الكويتي. اتمنى التركيز على البطوله وعدم التعامل معها. يعني انا استغرب كلام الاستاذ عدنان المعيبيد بشكل انها ما هي مهمه، لا مهمه، وان شاء الله الاتفاق يحققها. طيب، هكذا انتهينا طبعا من كل الفرق. نتمنى ان شاء الله التوفيق لهم. غدا سوف نقوم بمتابعه النتائج.